bracket. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ جاتكم هذا الفيديو الجديد واللي هو استراتيجية الباولر للتاون هول ليفل 9. طبعا حتقولون شلون للتاون هول ليفل 9. التاون هول ليفل 9 لازم تاخذهم بالدعم مثل ما تشوفون بهذا الفيديو. طبعا هذا الفيديو مو الي، يعني مو انا اللي مسجله، اخذته من قنوات اجنبيه، راح تلقون الرابط مالتهم بالوصف مال الفيديو على مود الحقوق وهاي السوالف مالته. طبعا اول ما تبدي تنزل الباولر مثل ما تشوفونه، طبعا الباولر تحط عليه هيلر حوالي 3 إلى 2 هيلر، وراح يبقى عندك بالهجمة كلها لحد ما ينتهي. طبعا مهمة الباولر انه يدمر الدفاعات مثل ما تشوفونه، يدمر 2-2، ويعني ينظف المنطقة حالة من حال الملكة الماشية. استراتيجية الملكة الماشية طبعا كل تعرفها. هنا تستعمل الهيل سبير ويا على مود الفالكيري. طبعا هي تختلف استراتيجيته، هو يعتبر يعني شي مساعد. الاستراتيجية الأصلية هي استراتيجية الفالكيري اللي تستعمله وياه. فهنا مثل ما جاي نشوف الباولر توفى، بقوا بس الجنود الأصليين وياه، فهو أخذ تقريبا نص القاعدة، مشى بيها هواية. فمن هنا هسه تشوف الهجمة انه الهجمة انتهت، لان ما بقى غير شوية فالكيري جوا والملوك فوق وباولر واحد. الملك والملكة والملوك مو هذاك الليفل العالي، يعني 18 ب19 اعتقد الملك، ما تبين من يمي عدل. فمثل ما راح تشوفون الفالكيري ليفل 4 تسوي شغل مو طبيعي. ان شاء الله انا من اسويها ليفل 4 اسوي لكم فيديو ونشوفها. مثل ما تشوفون جبنا 3 نجوم بالهجمة الاولى. في الهجمة الثانية عنده قاعدة طبعا تاون 9 ماكس حتى السور عنده قوي. فهنا بدأ الفالكيري جاب عملاق واثنين بيبي دراجون والهيلر جايب، وعنده وزرد شوية، يعني مو هذاك الهواي جايبهم، وهوك، يعني استراتيجية الهوك ويا العمالقة والباولر. طبعا الباولر دائما تجيبه من واحد بالكلان، لازم يكون عندكم واحد بالكلان تاون 10 ومتاخذ من عنده. الباولر تنزلهم ويا العمالقة من الجهة، تهجم من الجهة العكسية، يعني بالجيش الأساسي. يعني مثلا نزلت الباولر من هاي الجهة، تهجم بالهوك اللي هي الهجمة الأساسية، تهجم من الجهة العكسها اللي هي من هذيك الجهة. وين هسه مؤشر عليها أنا، هناك مؤشر تشوفونها من هذيك الجهة تهجم، يعني مو العكسية إنما كلش، يعني حوالي 90 إلى 80 درجة، يعني 90 تجي زاوية بس، يعني 80 درجة تجي وياها. فالباولر مثل ما يشوفونه بعد الهد هسه عايش، وجابوا وجد 35%. بدأ تنزيل الهوج، اعتقد 2 لو 3 على كل دفاع. فالهوج ياخذ هواي. طبعا بالنسبة للمشروبات تستخدم مشروب بس اللي هو التسريع، بس هو على الباولر بس واحد، ويبقى عندك الهيلث، ويبقى عندك تسريع ثاني للجيش الأساسي واللي هو الهوج رايدر. هذا مثل ما تشوفون الهوج يستعمل المسح، يعني ما يحتاج أي شيء الهوج له. فما بقى بالقاعدة الدفاعات غير البرج مال الوزرد، وعنده التسلا اللي بقى. فالتسلا هنا راح يلتهم بالعملاق والملكة، تجيه تاخذ الملكة ليفلها يعني حلو 30 والملك 24. فمثل ما تشوفون الباولر يعني بقى. فهاي الاستراتيجية حتى هسه موجودة، اللي هي على التاون 8 موجودة نفسية الباولر، تاخذ 5 اعتقد، لا مو 5، اقل من 5 باولر، بس بالتاون 9 تاخذ اكثر. فمثل ما جاي يشوفون جبنا 3 نجوم بالهجمة الثانية. الهجمة الثالثة طبعا تهجم على القاعدات اللي يعني يكون مسحهم صعب بالتنين، ولو ان التاون 9 عنده الجولم او الحجري ليفل عالي اللي هو ليفل 4، يعني فد ليفل عالي. فهنا نفس الشي جايب عمالقة بهاي الهجمة، والهوج رايدر والملوك ليفلهم عالي، وعنده الباولر بالدعم. فينزل الباولر عادي حتى لو ليفل 2 عادي، اهم شي ليفل 2 ليفل 3 عادي، هو ليفل 3 ماكس. فينزل مثل ما تشوفون حط لهم تسريع واحد لحد هسه. اهم شي مشروب التسميم انه تخليه
تخاف انه يطلع الدعم عندك اللي هو مينيون او الذبان او البيبي دراجون يطلع بالدعم فينهي الهجمة. لازم هاي الفقرة تركز بيها شوية. فعندك بعد نشوف الهجمة يبدي من الجهة العكسية بالهوك رايدر مثل ما تشوفون، 2 على كل دفاع، ونزل بيبي دراجون من هنا هيك ياكل بوحدة عنده الخاصية مالته. ان شاء الله بالحلقات الجاية نشوفون تجربة البيبي دراجون انا اسجلها. فهنا مثل ما تشوفون يعني يستعمل الهوك رايدر 2 على كل دفاع من هنا ومن هنا، والباولر لحد هسه بعد عايش. باولر شغله حلو لان يطق 2 يضرب شغلتين يعني واحدة منا واحدة منا مثل ما تشوفون هسه. عندك هنا الملكة عليها هيلر واحدة، وعنده لحد هسه بقت عنده هوك نزلهم هسه، وعنده وزارد واحد، والبيبي دراجون بعده، والجيش لحد هسه بعده. فاذا بقى عندك هواي جيش تعرف ان الهجمة ناجحة 100%. فمثل ما تشوفون ما بقى غير انه ينظف، والملكة علقت بالسياج وعصت بيه بعد ما تقدر. اوكي شباب، هاي هي كل الهجمات اللي عندنا لهذا الحلقة، وان شاء الله تكون الاستراتيجية عجبتكم وان شاء الله تجربونها، وما تنسون من اللايك والاشتراك المفضلة، ومع السلامة.